يا اهلا يا اهلا، صباح الفل. دقيقه يمكن تنفعك للنهارده، وجمعه مباركه يا رب علينا كلنا. ان احنا ناخد في الباست اللي حصل امبارح واول امبارح، ونقلق من اللي في الفيوتشر، نقلق من اللي هيحصل في اللي جاي، و... ونضيع دلوقتي ونضيع النهارده. تقريبا هي دي الحاجه اللي احنا بنعملها يوميا لو ركزنا في كده. انا كان عندي الكام يوم اللي فاتوا كده بدات استجيب للنيجاتيف ايموشنز، فبدات ابقى مش منتجه، والدليل اهو دي يمكن تنفعك، دي ما عملتهاش 3 ايام اللي فاتوا. وحاجات تانية كتير بدات استجيب للنيجاتيفيتي اكتر واخدها معايا للنهارده او present moment. بدأت من غير لازمة أقلق من الفيوتشر أو أقلق من بكرة هيحصل إيه، وأنا بعد الظهر هيحصل إيه، طب بالليل هيحصل إيه. بدأت أفكر في اللي جاي وأنا ماليش أي كنترول عليه. ف الاستجابة للنيجاتيف ايموشنز بتسحبني معاها، وتبعدني عن البوزيتيفيتي وتخليني أقل إنتاجا وأكثر استجابة الحاجات السلبيه يعني، وابقى كمان اضيف عليها واحط التاتش بتاعي. عملت ايه فورا؟ وقفت، رحت بعدت كده عن الناس، قعدت عملت دلوقتي يعني مديتيشن. المديتيشن معروف ان هو بيصفي كده الذهن وبيحط كل الامور في نصابها. خلاني مينلي ركزت على البريزنت مومنت او على النهارده انا بعمل ايه دلوقتي. مش قفشه من اي حاجه حصلت امبارح ولا اول امبارح، مش قلقانه من اي حاجه هتحصل الايام اللي جايه. وهو ده سيمبلي اللي احنا المفروض نعمله علشان النجاح الحقيقي، ان انا ما اضيعش البريزنت مومنت، ما اضيعش دلوقتي. فده اللي انا حبيت اقوله لكم على طول في فيديو بعد المديتيشن. ما تضيعش دلوقتي، او ما تضيعيش دلوقتي، ما تضيعيش النهارده، ما تضيعيش البريزنت مومنت دي، لان اللي بيضيع مش بتعرفي ترجعيه وهتندمي عليه، وما فيش اي استفاده هتعود عليكي، بل بالعكس. شكرا جزيلا، واستنوني بكره في دقيقه يمكن